اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. لكل مثل شعبي بنقوله اصل وحكايه، وممكن نكون بنقول المثل من غير ما نعرف حكايته ايه. ومن الامثله دي مثل موت يا حمار. وقبل ما نبتدي، شايك في ايدك يا استاذ، نسكافيك معاك يا مدام، ويلا نعرف ايه هي اصل الحكايه. كان في واحد من الملوك زمان قاعد بيتمشى في جنينه القصر بتاعه، فجاه كده لقى الحمار داخل عليه في الجنينه من غير لا لائحم ولا دستور، وداخل يدور على حاجه ياكلها. قام الملك اتضايق وزعل، وامر ان الحمار يتقبض عليه ويتشنق، لان هو كده خالف القواعد الملكيه. الناس لما عرفت الحكايه اتجمعوا عشان يعرفوا هو الموضوع هيخلص على ايه. حاول واحد من الوزراء بتاع الملك ان هو يفهمه ويشرح له انه ده حمار، وان هو ما يفهمش يعني ايه قواعد ملكيه، ويحاولوا يفهموا في الملك يهديك يرضيك يا عم الملك، ده حمار ما يفهمش. والملك مصمم برضه، وواضح كده ان الملك طلع حمار اكتر من الحمار نفسه. المهم ان واحد من الناس اتبرع ان هو يعلم الحمار القواعد الملكيه، وطلب من الملك ان هو يديله قصر ويقعد 10 سنين عشان يعلم الحمار. الملك وافق على الفكره، لكن قال له بشرط لو الحمار بعد ال10 سنين ما اتعلمش انا هشنقك. وافق الراجل على الشرط ده، وراح جري فرحان عشان يقول لمراته ان هم هيعيشوا في قصر لمدة 10 سنين. لكن مراته خافت وقالت له طب وبعد ال10 سنين هيخلصوا هتعمل ايه؟ ما هو ده حمار وعمره ما هيتعلم. قال لها يا ستي يديني ويديكي طولة العمر، ما هو يا اما الملك هيموت يا انا هموت يا الحمار هيموت، وموت يا حمار. ومن ساعتها الكلمة دي بقت مثل بيتقال لما تطلب من حد حاجة وانت شبه متأكد ان هو عمره ما هيعملها. سلام.